مرحبا، كيفكن اخواتي؟ قبل ما يبدأ الفيديو حابب احكي كم شغلة. اذا كنتوا عم تشوفوا هذا الفيديو اول مرة باليوتيوب فاعلموا انه هذا الفيديو صار ثالث مرة عم ينرفع على اليوتيوب وينحذف من قبل هيلا تي في. واذا كنتوا عم تشوفوا هذا الفيديو تاني مرة او ثالث مرة فانا بعتذر منكم لاني عم ارجع ارفع الفيديو، بس لازم ارفع الفيديو وارجي للناس شو عملت، لانه هيلا تي في سكرت قناتي وانا ما لازم اسكت عن حقي. ومع اني بعرف اني هذا الفيديو راح ينحذف بكرة او بعد بكرة وراح تتسكر قناتي، بس مع ذلك انا ما راح استسلم. بترككم مع الفيديو ان شاء الله ما تملوا انتوا عم تشوفوه. إذا أنت مصدق إنه هالفيديوهات حقيقية أو المقالب اللي عم يعملوها حقيقية، تابع الفيديو الأخير مع علي مرسال. اهلا وسهلا فيكم يا احلى متابعين، كيفكم؟ ان شاء الله تكونوا بخير. بعرف اني طولت شوي بالغيبة، لكن كنت عم اعمل شغلات جديدة وكنت مشغول شوي، لكن الحمد لله انحلت القصة. وخلينا نبدأ بالحلقة. قصة المهرجين آخر فترة منسق، يعني مو حقيقي. وهلا رح نبلش من عند هيلا. إذا بنشوف إنه هيلا عم تجهز حالها وتلبس وطالعة متحمسة وبدنا نوصل هي الحلقة ل200 ألف لايك ومليونين مشاهدة ومدري شو، هيلا بتلبس لبسها وبتستنى أخوها يطلع من حمام مشان أخوها يضربها ضربة الباتمان. أخوها بيطلع من حمام وفجأة بيضربها بوكس على الجبين. يعني أنت إيدك قناص ولا شو؟ الفارس الذي لا يهادن الشر، من كفه انطلق مثل بارق مر، عبر الطريق نحو الحقيقة فلا مكان للسر، لبطلنا روح أمينة. الواحد بيبكي بعد ما ياكل الضربة، يعني واحد بيموت بعد ما ياكل رصاصة، مو قبل ما ياكل رصاصة بيموت. يعني انت قبل ما تاكل الضربة بلشتي تبكي، كيف زبطت معي؟ تاني شغلة، هلا انت اكلتي البوكس وين؟ اكلتيه على جبينك، اوكي؟ واحد لما ياكل البوكس على جبينه ما بنزل الدم من انفه، الا ما اذا كان اكل ضربة حجر قوية او ضرب راسه على الارض. بس الضربة اللي ضربك اياها اخوكي، يعني لو اضرب انا لابن اختي رح يقول لي خاله عم بتقرقرني، يعني هيكل قوتك. والله العظيم هي ضربة قوة حتى نصدق. ومثل ما عم بقول الضربة اجت على الجبين، يعني واحد لما ياكل ضربة على جبينه مثل ما قلت ما بينزل الدم من انفه. معناته انا اذا ضربت على اصبع رجلي لازم ينزل الدم من اذني، يعني واضحه ما بدها اثنين يحكوا فيها، صح؟ ويعني هي الشغله بتكفي انه الفيديو كله كذب. وفي دليل اكبر انه يدل هذا الفيديو كذب، انه انت اختك عم بينزل من انفها دم. بدل ما تقعد تصوره روح اسعفها، روح اعمل لها شغله يا زلمه، لا توقف مثل الخيار هيك بالنص عم تتفرج عليها. عيب والله عيب. اخوها شو بيعمل؟ إذا بتزعلوا على هيلا وصلوا هالفيديو لمليونين مشاهد، وتابعونا على الانستغرام وتابعوا هيلا على الانستغرام وسناب شات والله أعلم أشياء تانية، ووصلوا هالفيديو ل200 ألف لايك، هاشتاج ساعدوا هيلا. حتى اخوها مو حفظان شو يقول، يعني اخته عم تنقله مشان يحكي. اخوها الزكيشان شو بيعمل على اساس انه مشان اخته ما تزعل؟ اذا بدكم اختي ما تزعل بتوصلوا هذا الفيديو ل200 الف لايك ول2 مليون مشاهده. هو على فكره مو حفظان شو يقول، اخته عم بتنقله، لانه لاحظوا في كات كتير بهذا المقطع، يعني بيحكي كلمه عم بيعملوا كات، عم بيحكي كلمه عم بيعمل كات. يعني معلم انت اللي عم بتشوفني، اذا بدك يعني ما ازعل بتوصل هذا الفيديو ل2 مليون مشاهده. ترى بزعل والله العظيم، بزعل والله بزعل، واذا زعلت بزعل عن جد بزعل، يعني ما بعمل شيء، يعني ايش رح اعمل اذا زعلت؟ حبيبتي زعلي، يعني انا شو رح تفرق معي اذا زعلتي او لا؟ تصطف لي منك لحالك، تمام؟ ولحد هون بكفي يعني. وفي شغلات كتير اللي ما حبيت احكي عنها لانه عيب، يعني خلص. ولحد هون نكون وصلت لاخر الفيديو. بتمنى تكونوا ما مليتوا وانتوا عم بتشوفوا الفيديو، ويكون خفيف ولطيف عليكم. واذا مالكم مشتركين في القناه اشتركوا في القناه وحطوا لايك لهذا الفيديو، واكتبوا لي بالتعليقات عن شو حابين اعمل الحلقات الجاي. سلام. ضوء لمع وسط المدينة رسم نداء لمنادينا حين يفتح